الدرس التاني او lesson نمبر 2، كتابتي للاوفر. خلاص انا حطيت شكل الاوفر بتاعي. قلت ان انا هستهدف الاي كوميرس، او هستهدف الريل استيت، او هستهدف الفinTech، او هستهدف الاتش ار تك. خلاص انا حطيت تصور لمين الماركت اللي انا هستهدفه، ايه كمان البروميس اللي انا هوعده بيهم. فمثلا في الحاله بتاعت اسكالا انا بوعد بان انا ابني لك اوتوميشن يخليك تجنريت ليدز بشكل اسرع، بشكل ارخص، وهكذا. آن الأوان إن أنا أشوف إزاي أقدر أكتب سردية أو ناراتيف بيعبر عن الأوفر بتاعك بشكل كويس. خلاص. وهنا أنا مش هدعي إن أنا كاتب جيد، أنا كوبي رايتر مبتدئ أو على قدي. ولكن اللي نفعني هو إن أنا لقيت فريم وركس كل مرة بستخدمها ما بتخيبش ظني، دايما دايما بتجيب. خلاص. فده اللي انا هشاركه معاكم دلوقتي. الفريم ورك ده هو مكون من 5 عناصر للايميل. الايميل هو الشانل المفضله بالنسبه لي، بس هشرح لكم الاستراتيجي بتاعت الكتابه. تقدر تطبق نفس الاستراتيجيه دي سواء بتبعت لحد على اللينكدين، او سواء بتبعت لحد على الواتساب، او حتى لو انت بتتواصل مع حد بمكالمه تليفون. الاستراكشر بتاع الكلام لو دار بالاجزاء دي هيفرق معاك جدا في اولا اهتمام الشخص التاني باللي انت بتقوله، وكمان ان هو يتحرك في البايب لاين بتاعك من خطوه للي بعدها. تمام. فاول جزء هو السبجكت لاين، العنوان بتاع الرساله بتاعي. فلو في الايميل انا دايما بحب ان السبجكت لاين يبقى اول حاجه لازم يبقى قصير، ما يزيدش عن 3 او 4 كلمات. لو زاد عن كده يعني بيبقى تقيل على العين ان هي تقراها. فحاول دايما تخلي القرايه للشخص سهله. ده واحد. اتنين، اسال نفسك السبجكت لاين اللي انا كاتبه ده لو حد سيلز او ماركتنج بعت رساله هيبعتها بالطريقه دي؟ لو عيد كتابتها. المقصد ايه؟ انا في السبجكت لاين اوقات بكتب الكلام كله لور كيس، يعني من غير بولشنج، من غير ما انا اخد بالي من الجرامر يعني مش بقول اكتب كلام غلط، بس بكتبه بطريقه تخلي الشخص اللي انا ببعت له يفكر هو الميل ده جاي من زميل، ولا جاي من حد يعرفني، ولا جاي من كلاينت. انا عايزه يبعد تماما من فكره ان الحد اللي بيبعت لي ده حد سيلز. انا الهدف من السبجكت لاين هو ان الشخص يفتح الرساله. ده الهدف من السبجكت لاين. فلازم اكتب كلمات مفتاحيه او كي ووردز تهم الشخص. لازم احط فيها حاجات تجذب انتباهه، لازم احط حاجات سهله ان هو يقراها، لازم احط حاجات عكس اللي السيلز والماركتنج بيعملوه. طب ايه اللي السيلز والماركتنج بيعملوه؟ دايما بيطلبوا ميتنج. فبيطلب ميتنج، او بيقول له باي 1 جيت 1، او بيحط له بروموشن او اوفر او ساين اب توداي، او حاجات شبه كده تخليه عارف ان الرساله دي رساله ماركتنج او سيلز. انا عايز ابعد عن هنا. انا عايز اوريه ان انا بكونفرزيت معاه او بتواصل معاه هيومن تو هيومن، بني ادم لبني ادم يعني. اوكي. تاني حاجه او تاني جزء في الكوبي رايتنج، وهو اللاين الاولاني في الرساله. حلو. كده كده السبجكت لاين ده مش هيبقى موجود في الواتساب، او مش هيبقى موجود في رسالتي في اللينكدين. ولكن الجزء ده برضو جزء مهم جدا، وكده كده هستخدمه في اي مراسله انا بعملها. وانا ببقى شايف ان ده عليه عامل كبير قوي ان يخلي الشخص يكمل قرايه الرساله. فاللاين الاولاني من الايميل او من الرساله اللي انت بتبعتها، ده لاين مهم يخلي الشخص يكمل القرايه. فاللاين الاولاني لو انا قلت فيه I hope this email finds well، او اي كلام بتوع السيلز والماركتنج دايما بيستعملوه، انا محتاج ابعد عنه. حلو. مفيش غلط لغوي في ان انا اقول I hope this email finds well، بس في غلط ان انا استخدم نفس الكلمات او نفس الجمل اللي بيعاد استخدامها في كل المراسلات. فمش هستخدمها. هعمل ايه؟ هكتب في اللاين الاولاني زي يعني اوصفها زي هوك، حاجه تشد انتباه الشخص ان هو يقرا. طيب هعملها ازاي دي يا ايهاب؟ هتكلم عنه، هتكلم عن مشكله هو ممكن يكون بيواجهها، هتكلم عن حاجه انا خدت بالي منها عنده سواء في البروفايل او في الشركه. هدي شويه اكزامبلز لايه اللي انا ممكن ابدا بيه الايميل.
ممكن اقول له ان انا كنت يعني انا كنت بدور على الشخص المسؤول عن الاتش ار، ولقيت البروفايل بتاعك على لينكدين، وبناء عليه قررت التواصل معاك. لما اوري الشخص ان انا عملت بحث وبتواصل معاه بشكل مباشر بصفته ان هو الشخص المسؤول عن الاتش ار، هيبتدي يهتم. حلو. مش بالضرورة ده يحصل في كل الأحوال، عشان كده احنا بنجرب حاجات كتير. ممكن أتكلم على بوست هو كتبه على اللينكدين مؤخرا، أو نزله على البروفايل بتاعه، وأنا أقول له أنا قريت البوست بتاعك وعجبتني الجزئية دي، أو بتفق مع الجزئية دي، أو بختلف مع الجزئية دي، ولما شفت البوست خدني على البروفايل بتاعك وقررت ان انا اتواصل معاك. لو هم شركه خدوا انفستمنت، فهقول له congratulations على الانفستمنت فاندنج اللي انتوا خدتوه. لو شخص لسه مترقي، فهتكلم معاه في ان هو هتكلم معاه في ان هو congratulations على الجوب تايتل الجديد بتاعك and so on. في حسبانك ان اللاين الاولاني اتكلم عليه هو اكتر ما اتكلم على نفسي. المقدمة الكلاسيكية: I am إيهاب درويش from إسكالا، واحنا شركة رائدة في مجالنا، وانا تنين مجنح بطلع نار من بوقي. لو انا بدأت الرسالة بتاعتي دايما بان انا اتكلم عن نفسي، الاهتمام بيقل. فاتكلم دايما عنه، او ابدأ بالكلام عنه وعن شركته وعن المشاكل اللي ممكن يكون بيواجهها. تالت حاجة، او تالت جزء، هو الفاليو بروبوزيشن. ايه اللي انت بتحله، او ايه اللي انت باعد في تحقيقه، ايه الريزلت اللي انت بتحاول تساعد العملاء بتوعك ان هم يوصلوا له. واللاين بتاع الفاليو بروبوزيشن انا بحب اسميه زي الاليفيتور بيتش كده. الناس اللي اشتغلت في مجال ريادة الاعمال عارف ان في حاجة اسمها اليفيتور بيتش، اللي هو لما انت بتروح للمستثمر وتوصف له الشركة بتاعتك بتعمل ايه في الاليفيتور، ان هو انا بروح لرجل الاعمال فبقابله مسافة ما بنطلع الاسانسير. بقول له الشركه بتاعتي بتعمل ايه عشان اشد انتباهه بس علينا، ويفكر ان هو ينفست معانا او لا. فيعني خليني اعيد شرح الحته دي تاني عشان ما شرحتهاش كويس. تخيل معايا كده ان انا رحت لحد من شارك تانكس عايزه يستثمر في الشركه عندي. غالبا الراجل ده ما بيبقاش فاضي يعني، والمجال الوحيد اللي اقدر اقابله فيه هو مسافه ان هو طالع المكتب بتاعه في الاسانسير. فسموها اليفيتر بيتش عشان انا ممكن اركب مع الاسانسير ومن الدور الاول للرابع اشرح له بسرعه احنا بنعمل ايه. فانا عايز اعمل ده في المسج بتاعتي، ان انا اوصف بجمله واحده احنا بنساعد مين في حل مشكله ايه. تمام. بايه الفاليو بروبوزيشن، ايه المختلف عندنا. خليني حدي اكزامبل في السلايد الجاي. بس الفريم ورك بتاع اللاين ده ممكن تلخصه بالفريم ورك ده، ان احنا بنساعد نيتش. فمثلا احنا بنساعد مجال الريل استيت، او اللي شغالين في مجال الريل استيت اتشيف دريم اوتكم. ايه النتيجه النهائيه اللي هو هيوصل له؟ ان هو مثلا يزود عدد الليدز اللي هم بيجيبوها من غير ريسك، من غير ما يدفع كتير في الادز. ده الوصف بتاعي بس. مش محتاج اقول له كل السيرفيسز اللي انا بعملها. ودي غلطه بشوف ناس كتير بتعملها، ان هو شركه اي ار بي سولوشنز يشرح له كل الفيتشرز بتاعت الاي ار بي، او شركه تريننج يقول له كل التريننجز اللي احنا بنقدمها. ف فانا مش مع فكره ان انا اشرح كل حاجه احنا بنعملها. انا عايز اشرح بس ايه النتيجه النهائيه اللي انا بساعد في ان انا أو اوصلها للناس، او ايه المشكله اللي انا بساعد على حلها. تمام. ودايما اي بيزنس بيحل المشاكل بشكل ارخص، فبوفر فلوس، او بساعده ان هو يعمل فلوس، او بساعده ان هو يوفر وقت، او بسهلها عليه حاجه يعني السولوشنز دايما بتكون بتدور حوالين الاربع خمس حاجات دول. رابع جزء وهو الكريديبيليتي. مين اللوجوز اللي انتوا اشتغلتوا معاهم؟ مين الاسامي اللي انت اشتغلت معاهم في المجال بتاعي؟ فمثلا لو انا ببعت ايميل لحد في الفينتك، هقول له احنا في اسكالا اشتغلنا مع فوري، اشتغلنا مع دو باي، اشتغلنا مع سوايبكس، اشتغلنا مع تشيك اوت، اشتغلنا مع. فهدي له كل الاسامي الجامده اللي احنا اشتغلنا معاها، فيدي احساس بالثقه ان انتوا اشتغلتوا مع اسامي جامده، فغالبا انتوا على قدر جيد من الثقه. طب ماذا لو انا ما ينفعش اقول الاسامي؟ لان في اوقات ناس انا بشتغل معاها يقول لي لا انا ما ينفعش اقول اسامي. قول توتال ارقام انا ممكن عملتها. انا عملت
بعت 8 مليون رساله ل 300 عميل احنا اشتغلنا معاهم. افريج الارقام اللي العملاء بتوعي بيوصلوها and so on. بس مهم جدا ان انا احط حاجه تقول ان انا جدير بالثقه. اخر جزء في المسج وهي الكول تو اكشن. انت يلي باعت لي عايز مني ايه، او عايز انا اخد اكشن ايه. حلو. وهنا مهم جدا ان انا اكون فاهم ان احنا عندنا two types of call to action. حلو. النوع الاولاني هاي فريكشن، والنوع التاني لو فريكشن. هاي فريكشن هو ان انا اقول له يلا ميتنج، من اول رساله، من اول مكالمه، من اول رساله واتساب. احنا شركه رائده في مجالنا، احنا جامدين جدا، مفيش زينا. وقتك يسمح بان احنا نعمل ديمو. اوكي. والناس النهارده بقت مشغوله، ما عندهاش وقت. بيجي لها من الرسائل اللي انت بتبعتها كتير بيطلبوا ديمو وميتنج. حلو. العكس ايه؟ حاجه لو فريكشن. ماشي، مش طالب منك كتير. لو انت مهتم قول لي ابعت لك فيديو يشرح السيرفيس بتاعتنا بتتم ازاي. قول لي لو انت مهتم. انا عملت ليست من عملاء محتملين ممكن يكونوا مهتمين بالمنتج بتاعك، سامبل. لو مهتم قول لي ابعتها لك and so on. فبأوفر عليه ما يطلق عليه في الماركتينج ليد ماجنت، حاجه بتخلي الشخص بس يرد يرفع ايديه يقول لي ان انا ممكن يبقى عندي المشكله، او ممكن يبقى عندي اهتمام لشراء المنتج بتاعك. فهنا بطرح اسئله، باوفر حاجات فور فري، باوفر حاجات ليها آه، آه، باوفر حاجات، بعرض حاجات ممكن تبقى ذات قيمه ليهم. على سبيل المثال، الويبينار اللي احنا عاملينه ده يعتبر ليد ماجنت. لو في ناس متابعيني على اللينكدين هتلاقي في البوستات السابقه ان انا بعمل مثلا محتوى بيشرح شويه احنا بنعمل ايه، فلما الناس تستفاد منه بتخش في الفانل عندنا. فحط في اعتبارك بس ان انا كل ما بطلب حاجه تقيله على البروسبكت، كل ما كان ده بيصعب ان هو يرد عليا. تالت ليسون او تالت درس. اه لا، قبل ما اروح للليسون التالت، تعالوا نشوف مثال لرساله انا ممكن اكتبها لاسكال عندي باستخدام نفس الفريم ورك ده، وبيشتغل. يعني احنا هنا دي دايما ما بتخيبش ظننا يعني. حلو. السبجكت لاين او عنوان الرساله كواليفايد ليدز، وحاطط اسم الشركه على اعتبار ان انا هتواصل مع حد من شركه اكسا بتاعت الانشورنس. حلو. زي ما انتم شايفين هنا ما حطيتش الحرف الاولاني upper case، انا حطيته lower case علشان ما يحسش ان هي ماركتنج، فانا بحاول اخليها مبعوثه كانها من شخص هو يعرفه. الانترو لاين او اللاين الاولاني اللي هو بقول له you are the sales director. يعني بوريه ان انا عارف ان انت السيلز دايركتور او مدير اداره المبيعات في شركه اكسا، وده السبب ان انا بتواصل بيه عشانه. السؤال are you happy with the volume and quality of leads your team get every month. فبسأله سؤال: هل انت راضي عن كم الليدز والكواليتي بتاعتها اللي بتيجي للتيم بتاعك كل شهر؟ فسؤال بيفتح باب نقاش. وبعدين بشرح الفاليو بروبوزيشن بتاعنا. سبب التواصل هو ان احنا بنساعد شركات الانشورنس، فهنا موضح القطاع اللي انا بخدمه هو قطاع الانشورنس، ان هو يولد كواليفايد ليدز ماتشنج الاي سي بي بتاعهم. حلو. في لاين بسيط جدا. خلاص. من غير ما اشرح كل حاجه احنا عملناها، انا بشرح انا ايه النتيجه اللي بساعد العملاء بتوعي ان هم يوصلوها. رابع جزء الكريديبيليتي. هنا بدي مثال ان احنا ساعدنا شركه زي اكسون ان هو يجيب 20 ديمو الشهر اللي فات، واحنا حابين ان احنا نساعدكم انتوا كمان. وحاطط هنا كول تو اكشن وورث اشات تاهل ان احنا نتكلم. فده بالملخص يعني احنا ممكن نكتب ايميل للايدل كاستمر او للعميل المثالي اللي احنا بنستهدفه باستخدام الفريم وركس دي ازاي. يمكن انا كتبت هنا وورث اشات فطالب منه مكالمه. يمكن ده عكس اللي انا قلته هنا، ان هي تبقى الفريكشن بتاعها قليل، ولكن اعتقد ان انا وضحت المقصد يعني. اوقات السؤال ده بيجيب، فانا قلت استخدمه. تمام. طيب.